السلام عليكم أبنائي وبناتي تالتة إعدادي. هناخد مع بعض النهاردة مراجعة الدرس الثاني في الجغرافيا. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل الآتية. أكثر دول قارة أوروبا تصديرا للأسماك: دولة ألمانيا، فرنسا، النرويج، بريطانيا. الإجابة هي النرويج. في الاختيارات دي احنا هنختار النرويج، لكن أولى دول العالم إنتاجا للأسماك هي الصين، وبعديها أندونيسيا، وبعديها الولايات المتحدة الأمريكية. نركز هنا لأن هو في السؤال ده بيسألني على أولى دول قارة أوروبا، فهي النرويج، لكن الصين في قارة آسيا هي وأندونيسيا. تختفي المراعي المناسبة لحيوان الرنة من قارتي استراليا وافريقيا ولا اسيا وافريقيا؟ الاجابه هي طبعا استراليا وافريقيا. ترتبط تربيه ايه بالمراعي التجاريه الواسعه؟ الابل، الجاموس، الرنه، الاغنام. ترتبط تربيه ايه؟ الاغنام هي اللي بترتبط بالمراعي التجاريه الواسعه. تعد الصين اكبر دول العالم في تربيه الابقار، الأغنام، الماعز، الإبل. برضو الصين هي أكبر دول العالم في تربية الأغنام، يعني الأغنام تعتبر من المراعي التجارية الواسعة، يعني بترتبط بالمراعي التجارية الواسعة، وبرضو أولى الدول العالم في تربيتها هي الصين. المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية السكان: الأغنام، الماعز، الأبقار، الجاموس. المصدر الرئيسي للحوم الحمراء لغالبية السكان هي الأبقار. تعد دولة إيه من أكبر الدول في تربية الأبقار؟ الصين، اليابان، الهند، استراليا. تعد دولة الهند من أكبر الدول في تربية الأبقار. يسود الراعي التجاري بدولة إيه في أمريكا الجنوبية؟ دولة البرازيل. توجد علاقة بين عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في قارة آسيا. المفروض كنت كتبت الاختيارات لكن أنا هقولها لكم: الزراعة والتجارة، التعدين والصيد، التعليم والبترول. يبقى في علاقة ما بين عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في قارة آسيا والتعليم والبترول، لأن احنا قلنا إن قل عدد القائمين على حرفة الرعي البدائي في دول وسط آسيا، وده بسبب انتشار التعليم كان بين القبائل، وإن نشاطهم اتغير من العمل في الرعي البدائي إلى الصناعة واتجاههم للبترول. تحتل دولة المركز الثاني عالميا في تربية الدواجن: الهند، استراليا، الصين. تحتل دولة الصين المركز الثاني عالميا في تربية الدواجن. يأتي حوالي نصف إنتاج الأسماك في العالم من الأنهار، مزارع تربية الأسماك، البحيرات العذبة، المياه المالحة. نص إنتاج العالم بيجي من المياه المالحة. تحتل دولة المركز الأول عالميا في إنتاج اللحوم الحمراء والأسماك معا: الهند، الصين، فرنسا، استراليا. تحتل دولة الصين المركز الأول عالميا في إنتاج اللحوم الحمراء. اكتب كلمة صواب وكلمة خطأ مع التصحيح. توجد علاقة عكسية بين التطور التعليم في دول وسط آسيا وعدد ممارسي الرعي. السؤال ده معناه إن في علاقة عكسية فعلا بين التطور في التعليم اللي حصل في دول وسط آسيا وممارسة نشاط الرعي اللي هو البدائي. احنا قلنا إن قل النشاط الرعي البدائي أو العاملين بالنشاط الرعي البدائي قلوا، لأن طبعا حصل تطور في دول آسيا في التعليم، وكمان اكتشفوا البترول فاتجهوا إلى الصناعات والعمل بالبترول.
تعد مصر أكبر الدول المنتجة للألبان في العالم؟ طبعا الإجابة خطأ، لأن أكبر دول العالم إنتاجا للألبان هي الهند، وقلنا أولى دول العالم إنتاجا للحوم هي الصين. لكن اللي بتنتج الألبان، وده تاني منتج حيواني رئيسي اللي هو الألبان بعد اللحوم الحمراء، الهند. طيب في السؤال ده احنا مش عايزين نلخبط في أولى الدول بالنسبة للإنتاج الحيواني. فمثلا الهند، احنا قلنا أولى دول العالم في تربية الأبقار الهند، وعندك برضو المنتج الحيواني برضو أولى الدول العالم في إنتاجه اللي هي اللحوم الحمراء اللي هي الصين. بس الصين معظم إنتاجها من لحوم الخنازير، لكن الهند الأبقار. تشتهر أستراليا بإنتاج أجود أنواع الصوف في العالم؟ طبعا الإجابة صحيحة، لأن فعلا أستراليا بتربي قلنا أغنام المارينو، ودي شهيرة بغزارة الصوف. لكن اللي أكبر دولة في تربية الأغنام هي الصين. يعني صحيح ممكن الصين تكون بتربي أغنام كتير، لكن ما بتستخرجش صوف أكتر زي أستراليا، بسبب نوعية الأغنام اللي بتربيها أستراليا، وهي أغنام المارينو، ودي مشهورة بغزارة الصوف. يبقى لازم تعرف هنا إن أولى دول العالم في تربية الأغنام هي الصين، لكن أكثر أو أجود أنواع الصوف في دولة أستراليا. تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دول العالم إنتاجا للأسماك؟ طبعا الإجابة خطأ، لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دول العالم إنتاجا للدواجن، إنما أولى دول العالم إنتاجا للأسماك هي الصين. يأتي حوالي ثلث الإنتاج العالمي للأسماك من مصادر المياه المالحة؟ الإجابة خطأ، لأن ثلث الإنتاج العالمي للأسماك بيجي من المزارع السمكية، لكن نصف الإنتاج العالمي للأسماك بيجي من المياه المالحة. يبقى الثلث بيجي من المزارع السمكية، لكن نص الإنتاج بيجي من المياه المالحة. يسود الراعي البدائي في منطقة البراري بقارة أمريكا الشمالية؟ طبعا الإجابة خطأ. اللي بيسود أو الراعي الذي يسود في منطقة البراري بقارة أمريكا الشمالية هو الراعي التجاري. تعد قارتي أستراليا وأوروبا أقل قارات العالم في تربية الأبقار؟ الإجابة صحيحة. تعد إندونيسيا من أهم الدول المنتجة للأسماك؟ الإجابة صحيحة. ونركز في الأسئلة دي طبعا مع الإعادة وقراية السؤال كذا مرة هتعرف الفرق ما بين أهم الدول وأولى الدول. يعني مثلا أولى الدول إنتاجا للأسماك هي الصين، لكن هنا في السؤال بيقول لي تعد إندونيسيا من أهم الدول المنتجة، ما قاليش من أولى، فهي طبعا الإجابة صحيحة. طيب تعد دولة تايلاند من أهم الدول العالم المصدرة للأسماك؟ هي فعلا دولة تايلاند أهم الدول المصدرة للأسماك برضو، لكن أولى دول العالم إنتاجا للأسماك الصين، لكن المصدرة تايلاند. يتم صيد الحيتان للاستفادة من لحومها وشحومها؟ طبعا الإجابة صحيحة. اكتب المصطلح الذي تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية. راعي يمارسه السكان المناطق الصحراوية في مساحات واسعة من قارات العالم، ده الراعي البدائي. راعي يمارس في مناطق حشائش الاستبس والسافانا بقارات العالم ويعتمد على الأساليب العلمية الحديثة، هو الراعي التجاري. منتج حيواني تعد الصين أكبر دول العالم إنتاجا له؟ هي اللحوم الحمراء. ومنتج حيواني تعد الهند أكبر دول العالم إنتاجا له؟ هي الألبان. بما تفسر انخفاض أعداد العاملين بالرعي البدائي بقارة آسيا؟ وإحنا قلنا السبب
إن بسبب انتشار التعليم بين القبائل فاتغير النشاط بتاعهم وابتدوا يشتغلوا في الصناعة، وده بسبب اكتشافهم للبترول. يبقى هتقولي الإجابة بسبب انتشار التعليم بين القبائل وتغير نشاطهم للعمل في الصناعة. يسود الرعي التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وأستراليا، وده بسبب وفرة الحشائش اللي هي الاستبس والسافانا، وبسبب برضو اعتمادهم على الأساليب العلمية الحديثة. أهمية الثروة الحيوانية في العالم لأنها تعتبر المصدر الرئيسي لإنتاج اللحوم والألبان في العالم، بجانب طبعا الجلود والصوف. تحتل الصين والهند وأستراليا المراكز الأولى في تربية الأغنام، وده بسبب توافر الحشائش حيث المراعي كمان الواسعة. زيادة معدل الاستهلاك العالمي من اللحوم الحمراء، وده طبعا بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من دول العالم. تعتبر أستراليا أولى دول العالم في إنتاج الصوف، وإحنا قلنا إن أستراليا بتربي أغنام المارينو، ودي مشهورة بغزارة الصوف. يبقى بسبب تربية أستراليا لأغنام المارينو المشهورة بغزارة الصوف. تحتل الصين المركز الأول في إنتاج الأسماك في العالم، وده بسبب إنها بتمتلك مصائد على طول سواحل المحيط الهادي، وبتمتلك أنهار وبحيرات، وكمان عندها مزارع لتربية الأسماك. وممكن يجيب لي سؤال بطريقة تانية يقول لي تنتج الصين أكثر من ثلث الإنتاج العالمي من الأسماك. يبقى السؤال ممكن يجيلك بطريقتين، فهي الإجابة واحدة، إنها عندها مصائد على طول سواحل المحيط الهادي، وعندها أنهار وبحيرات، وفيها مزارع تربية. تعد أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الرئيسية المنتجة للأسماك في العالم، وده بسبب طول السواحل على البحار والمحيطات اللي بتطل عليها، وعندها طبعا تقدم في وسائل الصيد. أكمل. يتشابه جناح الوطن العربي الآسيوي والأفريقي في إيه؟ يعني الجناح الآسيوي والأفريقي بس خاص بالوطن العربي بيتشابهوا في إيه؟ بيتشابهوا في تربية الحيوانات في الصحار الحار. يرتبط معظم النشاط الرعوي في قارة أفريقيا بإيه؟ بيرتبط بحشائش السافانا والنباتات الصحراوية. طيب، تناقصت أعداد القائمين بحرفة الرعي البدائي بقارة آسيا نتيجة لتوطين البدو في الجهة. أنهي جهة؟ إن هم وطنوا البدو لما اكتشفوا البترول، وطنوهم في أنهي جهة؟ في الجهة الجنوبية الغربية. تخلو قارة أفريقيا من رعي حيوان الرنة. تقع أكبر الدول المربية للأغنام بقارات العالم القديم في الجزء الشرقي.